خليني احكي لكم حكايه ام رنيم. ام رنيم بتبيع كسكسي بقالها سنين، وبتقول ان اخيرا ربنا كرمها واخدت مكان في الجراج. من فتره بعتت لي رساله ان اجي اجرب الحاجه من عندها، واليوم ده انا كنت فعلا في الجراج، بس ما شفتش الرساله الا لما روحت. المهم قلت لها ان شاء الله هبقى اجي لها في اقرب فرصه. وفي نفس اليوم تقريبا او تاني يوم شفت بوستات من صفحات بورسعيد بتدعمها وبتتكلم عنها برضه. ما عداش الا ايام للاسف وشفت بوستات على نفس الصفحات دي ان هي عملت حادثه هي وجوزها. ولسه من ايام قليله بعتت لي رساله بتفكرني ان اجي اجرب اكلهم، وبتحكي لي الموضوع اللي حصل معاها والحادثه وكده. وللاسف هي ما بتقدرش تنزل دلوقتي، هي يا دوب فكت المسامير بس لسه رجلها متجبسه. بس ابنها محمد شغال مكانها، فرحت وطلبت صنفين من عندهم. وما قلتش انا مين ولا بدات اصور الا بعد لما اخلص تجهيز الاوردر. طلبت واحد باللبن والسكر والمكسرات، لان انا بفضل العادي، الكسكسي العادي اللي باللبن. اما لو عايز تدلع نفسك هتضيف عليه شويه مكسرات، وده تمن، وبالمكسرات 50 جنيه. كمان بيعملوا اصناف بقى بالصوصات المختلفه زي اللوتس والبيستاشيو والكلام ده، حاجاتهم حلوه ونظيفه واسعارها كويسه. مكانهم في بورسعيد على طرف الجراج، لو دخلت من طرح البحر الشارع الضيق اللي بعد الجراج على طول هتلاقيهم هنا على رصيف على الشمال. سلام.